إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تذهب وقتك أيها المسلم إلا فيما يرضي ربك، واترك الرغبات النفسية والشهوات الاجتماعية ومن هذا التصوير الذي أصله محرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الآخرة هي الباقية، وإن الحياة الدنيا هي الفانية، وإنك لن ترضي ربك جل وعلا إلا باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحبه الله جل وعلا فليقتد بنبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنني رأيت أنا بنفسي كثيرا من النساء ومن بعض الرجال أنهم يتقدمون على الإمام في الجهة الجنوبية، مع أن في المسجد أمكنة كثيرة وليس هناك محل لأن نقول بالقول الثاني الذي هو لأن العلماء لهم قولين في ذلك. الجمهور على أنه لا يجوز أن يتقدم على الإمام. القول الثاني وهو الذي يؤخذ به لأجل التيسير على المسلمين، وهو أنه لا يجوز التقدم إلا إذا لم يجد مكانا يهتم به بالإمام وهو خلفه. أما التفريط في هذا الأمر فإنه لا يجوز، وهذه صلاة وقربى إلى الله جل وعلا. فيجب أن نتناصح بذلك وأن نذكر إخواننا بما سمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.